بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصفتنا لليوم من المطبخ الليبي، وصفة سهلة وسريعة وكتير طيبة. رح نحضر مع بعض إن شاء الله رز بلاو، وفي ناس بيحكوا رز بالكبدة أو رز بالخلطة. نوع الكبدة اللي حنستخدمها هي كبدة خروف، وفيك تستبدليها بكبدة عجل. ورح نستخدم الرز الأسمر بدل الرز الأبيض، بيعطي طعمه أطيب لهذه الوصفة. باقي المكونات طبعا حتلاقوها في صندوق الوصف. رح نبدأ أول حاجة بتجهيز الكبدة. رح أستخدم زيت الزيتون، فيك تستبدلي بزيت نباتي. رح أضيف بصلة مقطعة لمكعبات. لما يحمى الزيت وأحس إنه البصلة دبلت مباشرة رح أضيف الكبدة المغسولة. غسلت الكبدة بخل التفاح وما حطيت عليها أي إضافات تانية وقت الغسل. ورح نضيف الكبدة. رح تلاحظوا انه في شوية دهن مع الكبدة، هذا الدهن تبع القلب، انا خليته لانه بيعطي دسامة لهذه الوصفة، بيعطي طعمة طيبة. رح نقلب الكبدة، ما بتاخد وقت، يعني تقريبا من ربع ساعة ل20 دقيقة لما تستوي. الآن رح أتبلها. رح أضيف 7 بهارات، ورح أضيف شوية فلفل أسمر، وأكيد ما رح ننسى نملحها. رح نقلب ونتركها لحتى تجف ميتها وتصير جاهزة. غطينا عليها وتركناها تستوي براحتها. الآن في طنجرة على جنب رح أحضر الرز. رح أضيف معلقة سمنة كبيرة، وبعد هيك إحنا محتاجين لكمان بصلة مقطعة لمكعبات. رح نقلبها مع السمنة لحتى تدبل، وبعد هيك رح نضيف عليها عود قرفة وتقريبا 7 ل8 حبات قرنفل. لما تطلع ريحة القرنفل والقرفة بنبدأ بعدها بإضافة الرز. بعد ما دبلت البصلة رح نضيف مباشرة الآن الرز، وبعد هيك حنقلب لمدة 2 دقيقتين لحتى تتغلف حبات الرز بالسمنة. الآن رح أتبل الرز. رح أضيف عليه بهارات 7، تقريبا ل3 أكواب من الرز أنا ضفت معلقة كبيرة من ال7 بهارات. ورح أضيف الآن الملح كمان معلقة، ورح نحرك كمان مرة قبل ما نضيف المية المغلية. والعيار طبعا المتعارف عليه عيار الرز الأسمر أو الأبيض، لكل كوباية كوبايتين من المية أو المرقة. رح نغطي عليه ونتركه ليستوي. طبعا هو محتاج ربع ساعة بالكتير. الكبدة استوت وكانت محتاجة رشة ملح، ضفناها. أنا هان رفعتها في صحن على جنب، فيك تخليها في المقلة، بس أنا حابة تشوفوا معيار كمية الكبدة اللي إحنا محتاجينها ل3 أكواب من الرز. في الوقت اللي بنستنى فيه الرز ليستوي حنجهز عنا اللوز. حنقلبه بشوية زيت زيتون على النار لحتى يصير لونه ذهبي. عندي كمان كمية من الزبيب. الخطوة اللي وراها حتشوفوا شو رح أعمل فيها. اللوز صار جاهز، كمان حطيناه في صحن على جنب. قبل ما يشرب الرز كل ميته ويستوي تماما رح أضيف كمان معلقة سمنة. رح أدحرجها على وجه الرز زي ما انتم شايفين في كل اتجاه لحتى تذوب. والآن رح أضيف الزبيب على وجه الرز. رح نغطي عليه ونتركه لحتى حبة الزبيب تفتح وترخي شوية من حلاوتها على الرز. زي ما انتم شايفين الآن الرز صار جاهز، تشرب كل ميته، والزبيب كمان زي ما انتم شايفين فتح وصار قطرة. رح أضيف الآن الكبدة على الوجه، وبعد هيك رح نضيف اللوز اللي احنا سويناه مع بعض. الخطوة اللي جاية هي كتير مهمة، رشة من القرفة. طبعا القرفة ضيفيها حسب رغبتك، ممكن تضيفي معلقة، نص معلقة. كل ما كانت القرفة كتيرة في هذه الوصفة كل ما كان الرز أطيب. زي ما انتم شايفين الآن رح نقلب الرز مع الكبدة والزبيب واللوز.
وصفة سهلة وسريعة ومميزة جدا من المطبخ الليبي. بتمنى إنه تكون نالت إعجابكم. تشجيعكم المستمر هو أكبر داعم إلنا للاستمرارية. دمتم بحفظ الله ورعايته. وإن الجنة لتزين كل عام مرة واحدة. اللي أعد الجنة من اللي زين الجنة؟ الله. أعددت لعبادي إيش؟ الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله يقول أنا أزين الجنة رغم أنني أعددتها وجملتها وزينتها، لكنني يوم دخول رمضان موضوع جديد. في رمضان تزين من جديد، تستعد لسكانها. ولذلك في الحديث تقول الجنة اللهم اجعل لي من عبادك في هذا الشهر سكانا.